ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا الجمال، بصوا. ايه رأيكم؟ يلا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه حلوه قوي. النهارده هنعمل اسكندر كباب، سهله وبسيطه وكمان مختلفه. انا معايا ايه؟ معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان بصلايه مبشوره ناعم، والتوابل بتاعتي ملح، فلفل اسود، كمون وكزبره وبابريكا. يلا بينا نبدا. دلوقتي اللحمه بتاعتي اهي، هبدا انزل عليها بالبصل المبشور، وهنزل بكميه البهارات اللي انا قلت لكم عليها، نص معلقه صغيره من كل حاجه، وابدا ان انا اقلب اللحمه دي كويس قوي. بس هي مش تاخد اي حاجه غير كده. خلاص كده اللحمه بتاعتنا مش محتاجه حاجه. انا هعجنها بقى كويس كده، بقى هبدا ان انا اعجن فيها واعجنها كويس وارجع لكم. دلوقتي كده خلصت، انا عجنت اللحمه بتاعتي كويس قوي. هجيب بقى ايه، انا فردت هنا كده كيس تلاجة بالشكل ده. هبدا ان انا انزل باللحمه بتاعتي كده اهو، وابدا ان انا افردها كده في كيس التلاجة. هفردها وارجع لكم. دلوقتي انا فردتها اهو بالشكل ده. هقفل عليها كده كيس التلاجة من الناحيتين بالشكل ده، وهدخلها الفريزر لحد ما تجمد معايا خالص. انا دلوقتي هدخلها ونكمل نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي حطيت طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين زبده. هنزل بقى بايه؟ هنزل بمعلقه من البابريكا ونص معلقه من الشطه المجففه. هنزل بيهم كده بالشكل ده، اديهم تشويحه على النار. وهنزل بمعلقتين من صلصه الطماطم. اهو اديتهم برده تشويحه، وانا مجهزه معايا مرقه لحمه او فراخ زي ما انت عايزه، وهنزل بشويه من المرقه بتاعتي. وهسيب الصوص ده ياخد كده غلوه على النار، وبكده يكون جاهز معايا. هديله بس رشه من الفلفل الاسود، رشه خفيفه كده من الفلفل الاسود وبس. وبكده يكون الصوص اهو. هسيبه ياخد غلوه على النار، وبكده يكون جاهز معايا. ودلوقتي يلا بينا نعمل صوص الزبادي. انا هحط ايه؟ هحط معايا ربع معلقه ثوم، وهنزل عليه بنص ليمونه، نص عصير ليمونه، وكمان شويه من الخل، معلقه من الخل، وهنقلبهم كده مع بعض. وهنزل بكوبايتين زبادي اهو. ممكن تستخدمي كوبايه زبادي كبيره واحده، وانزل بالكوبايه الثانيه، وكمان هحط عليهم معلقتين من الطحينه بالشكل ده، وكمان هحط عليهم رشه من الملح، رشه بسيطه من الملح، واقلب الخليط بتاعي ده كله كده مع بعض. وكده اكون قلبت الصوص بتاع الزبادي كويس. هحط عليه بقى معلقه من الزيت واقلبه، وبكده يكون الصوص بتاعي خلاص بقى جاهز. ودلوقتي بعد ما طلعت اللحمه بتاعتي من الفريزر بعد ما جمدت معايا، هبدا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبدا ان انا اخدها كده واقطعها شرايح رفيعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. انا هقطع الكميه كلها شرايح رفيعه، هقطعها وارجع لكم.
ودلوقتي انا خلصت اللحمه بتاعتي. بصوا قطعتها شرايح طويله بالشكل ده وحطيت ايه طاسه على النار فيها زبده، معلقتين زبده ومعلقه زيت، وهبدا وسخنت معايا هبدا انزل باللحمه بتاعتي. هتاخد حوالي 3-4 دقايق على النار لحد ما تستوي وتكون جاهزه معايا. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هسيبها كده لحد ما تستوي من الجنب اللي تحت، وهقلبها على الجنب التاني وارجع لكم. ودلوقتي الجنب اللي تحت اهو اتحمر، هبدا اقلبها على الجنب التاني. دلوقتي بقى انا هقلبها على الجنب التاني واخلص الكميه كلها بنفس الشكل، ونرجع ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. ودلوقتي بعد ما خلصت كميه اللحمه اهي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، في نفس الطاسه هعمل ايه؟ هنزل عيش شامي مقطعاه مكعبات. هنزل بالكميه كلها واحمصه في نفس الطاسه عشان يبقى شارب من الطعم بتاع اللحمه والبهارات بتاعتها بالشكل ده. انا هقلبه كده وافضل احمص فيه لحد ما يتحمص، وبعد كده نرجع ونقدم الاكله بتاعتنا. ودلوقتي خلصنا تحمير العيش بتاعنا وجهزنا السرفيس عشان نعمل التقديم بتاعنا. هنضيف ايه بقى دلوقتي هنزل بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض بتاع الزبادي اهو. هحط كده في السرفيس الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هبدأ انزل بطبقة من الزبادي تحت بالشكل ده، وبعد كده هنزل بالعيش اللي احنا حمصناه اهو. بالشكل ده. كده احنا حطينا كمية العيش اهو. وبعدها هنزل بشرايح اللحمة اللي احنا حمرناها بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد ريحتها والله العظيم وشكلها تحفه، يعني جربوها وبجد مش هتندموا. اهو احط كل كميه اللحمه كده. احنا حطينا اللحمه، هنزل بقى بايه؟ بالصلصه اللي احنا عملناها مع بعض في اول الفيديو بالشكل ده. بجد الصوص ده يا جماعه خطير، بجد خطير. هنزل كده بشويه منه، مش كتير بس كده كفايه. وهنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هديها رشه من البقدونس المفروم بالشكل ده. بس وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده، وصفه مختلفه وجديده، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي باي.